عايزه غسول للفم يضيع ريحه الفم ويخلي ريحه بقك جميله، وكمان يقضي لو عندك التهاب في اللثه، او عندك لما بتيجي تغسلي اسنانك بالمعجون بتلاقي فيه اثار دم او اي حاجه من دي، كل ده هيضيعهولك بغسول طبيعي احنا عاملينه في البيت، مش مكلف نهائي، وبتعمليه كل اسبوع حاجه كده فريش، بيقعد معاكي اسبوع ممتاز، تستخدميه انتي او ولادك، ما فيهوش اي ضرر. هي الازازه السحريه اللي معايا دي طبعا كل ما بتيجي تستخدميها بترجيها كده كويس. الازازه دي فيها ايه؟ مكونات بسيطه قوي 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 قوي، بس مفعولها سحري فعلا. بتخلي ريحه الفم حلوه جدا، بتخلي التهاب اللثه مفيش. لو انت عندك ضرس مثلا عاملك التهاب وجعك او كده، زي ما يكون فيها مسكن طبيعي، ممتازه من كل النواحي. كل اللي انا عاملاه زي ما انتم شايفين قدامكم، انا جبت نص كوبايه ميه دافيه، ما تبقاش بتغلي، يعني انا غليت الميه وسبتها لما تهدى خالص تبقى دافيه وحطيتها تمام كده، عشان ما تضيعليش مفعول اي حاجه انا هحطها بعد كده. هحطها دي ازازه عندي، انت عندك بطرمان ماشي، عندك العلبه بتاعه الغسول لو خلصت استخدميه مفيش مشكله. هتجيبي بس قمعه او اي حاجه عشان تدخليه زي ما انت شايفه قدامك كده، وهتحطي نص كوبايه الميه الدافيه مش السخنه اللي بتغلي، لازم دي يا جماعه، لازم اكد عليها. وهتحطي كام حبه قرنفل، حطي 5 6 7 انت براحتك. القرنفل ده يا جماعه بيعمل زي مسكن طبيعي للثه والاسنان، ممتاز، وبيخلي ريحه الفم بيرفكت، حاجه تحفه. حطينا القرنفل وحطيت الميه، انا عايزه معلقه كبيره بيكربوناتو او بيكربونات الصوديوم، دي بتلاقيها من عند اي عطر، في السوبر ماركت كمان بتجيبيها بتحطي معلقه، بيبقى فيه تفاعل بسيط. ليه؟ لان الميه ما بتغليش، لو الميه بتغلي هتلاقي التفاعل اكتر. بحطها كده وبستخدمها، كل ما اجي استخدمها برج كده رجه جامده علشان مفيش اي حاجه تترسب، لان طبعا القرنفل ده بيقعد يفرز حاجات ليه، مكونات ليه، وكمان البيكربوناتو، فلازم اقعد ارجها كده. وبتفتحي بتاخدي غطا واحد وبتمضمضي بيه البق كويس جدا جدا، وبتشيليه. يستحسن تشيليه في التلاجة، كل ما بيبقى ساقع، هو ما فيهوش مكونات طبيعيه بره هتبوظ، لكن كل ما بيبقى ساقع بيعمل زي صدمه للثه، فبيخلي اللثه بتاعتك كل ما بتيجي تغسلي بالمعجون او حاجه ما ينزلش دم مثلا او تعمل التهاب، بتقويها. فدي حاجه احنا محتاجينها، فتحطيها في التلاجة وكل يوم الصبح او بالليل براحتك مضمضه بيها الفم. ممتاز يا جماعه، ممتاز ممتاز. بعد ما تجربيها اكتبي لي في الكومنت وقولي. يا ريت يا جماعه لو وصلتوا لحد النقطه دي ما تنسوش تحت تصلوا على النبي وتدعوا لاخواتنا باذن الله ربنا يفك كربهم، تشيري الفيديو ده لاي واحده من اصحابك، وما تنسيش اللايك علشان اللايك ده بيفيدني وكمان بيفيد اكبر عدد علشان نشر المعلومه.